أرضية مطار إيفاتو الدولي، وعلى متنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل. وعلى سلم الطائرة وجد العاهل الكريم في مقدمة مستقبل جلالته فخامة رئيس جمهورية مدغشقر السيد هيري راجاوانا ريمامبيانينا. زيارة صاحب الجلالة لجمهورية مدغشقر تعد لحظة قوية في العمل الدبلوماسي للمملكة الرامي لتعزيز التجذر الإفريقي للمغرب عبر زيارة الأشقاء في هذا الجزء من القارة، ليتم بذلك طي المسافات الجغرافية ومد روابط الوحدة والأخوة الإفريقية. وعلى غرار علاقتها العريقة المميزة مع بلدان إفريقيا الغربية تسعى المملكة المغربية لنسج نفس العلاقات مع الأشقاء في إفريقيا الشرقية. بعد تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين، استعرض جلالة الملك ورئيس جمهورية مدغشقر تشكيلة من حرس الشرف مكونة من وحدات من القوات المسلحة الملغاشية. ترحيب كبير بمقدم العاهل الكريم إلى جمهورية مدغشقر، فالبلدان تحدوهما رغبة أكيدة لإقامة تعاون قوي ومتنوع مبني على أسس ثابتة من التضامن والصداقة والاحترام المتبادل. وجلالة الملك يتابع باهتمام كبير وتعاطف أخوي مسيرة التقدم والتنمية التي حققتها جمهورية مدغشقر، والتي بوأتها مزيدا من الإشعاع الإقليمي والدولي. أجواء احتفالية كبيرة وأهازيج شعبية تستعرضها أمام جلالة الملك فرق فولكلورية ملغاشية. وتقدم للسلام على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الوزير الأول الملغاشي ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب وأعضاء الحكومة الملغاشية وأعضاء السلك الدبلوماسي الدولي المعتمد بتاناناريفو وعمدة مدينة إيفاتو. كما تقدم للسلام على جلالته سفير المغرب بمدغشقر السيد محمد بن الجلالي وأعضاء البعثة الدبلوماسية المغربية. تحركات المملكة المغربية في مجملها
تستجيب لحاجيات التنمية المستدامة وتعتمد تبادل الخبرة والمهارات لخدمة الشعوب الإفريقية واتباع المغرب هذا النهج يجسد حقيقة شعارها انتماء إفريقي متجذر وانخراط جاد وحازم لإقامة تعاون واسع بين دول الجنوب سمته الأساسية التضامن والتآزر خدمة لشعوب القارة السمراء وضمان نهضتها ورقيها. وتقدم للسلام على الرئيس الملغاشي أعضاء الوفد المرافق لصاحب الجلالة خلال هذه الزيارة، والذي يتكون على الخصوص من مستشاري صاحب الجلالة السيدين فؤاد علي الهمة وياسر الزناقي، ومن السادة صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعزيزة خنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وكذا العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. لقد ارتبط اسم مدغشقر في ذاكرة الشعب المغربي على الدوام بالملحمة البطولية لكفاحه من أجل الحرية ومشاعر التضامن التي عبر عنها الشعب الملغاشي الشقيق تجاه جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه وأسرته الملكية التي كانت مرافقة لجلالته، وكذا التقدير الذي أحيط به خلال فترة المنفى في انسرابي. ومنذ هذا التاريخ الذي يمثل للمغرب صفحة ذهبية بما ينطوي عليه من دلالات عميقة وتحول حاسم في ربط مستقبل البلاد، أضحت جمهورية مدغشقر تحتل مكانة متميزة في قلوب المغاربة. فالمملكة المغربية وجمهورية مدغشقر يسعيان لخلق شراكة نموذجية ومتميزة، وهو ما يفسر تواجد العاهل الكريم اليوم بتاناناريفو لتنميتها والارتقاء بما يجمع البلدين من روابط متعددة الأشكال وتنويعها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. حضور المملكة المغربية في إفريقيا هو أمر لا محيد عنه بالنظر إلى إشعاعها على الساحة القارية والدولية، لا سيما وأن هذا الحضور هو في مستوى التطلعات المشروعة والطموحات العادلة لبلدنا العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية وصاحب مبادرات قارية والمدافع القوي عن الحوار الأورو-متوسطي، وقبل كل شيء الصاهر على تحقيق تنمية بشرية مستدامة أساسها صيانة كرامة الشعوب الإفريقية ومنطلقها المساهمة الفعالة من أجل تقدم إفريقيا في إطار السلم والأمن. ويأبى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلا أن يتوجه نحو هذه الجموع الغفيرة التي تهتف بحياة جلالة الملك ومباركة المجهودات الملكية التنموية لتدعيم العلاقات بين الشعبين الشقيقين، ليبادلها جلالته التحية والمحبة. استقبال حار ما هو إلا دليل آخر على الالتزام الحيوي والانخراط الكبير لجلالة الملك في كل عمل أو جهد يخدم الفضاء الإفريقي بشعوبه وبلدانه، فهو التزام ينهل من تاريخ مشترك وتطلعات متبادلة لاستدراك ما ضاع منها ولمواجهة الصعاب التي تعترضها.